حياكم الله وبياكم. تعرف إن أكبر عملية استسلام مسجلة في التاريخ للجيش الأمريكي اللي بيعتبر نفسه أقوى جيش في العالم، وده لما استسلم 78 ألف جندي أمريكي لأقل من 4000 جندي ياباني، وده كان في جزيرة اسمها باتان بالفلبين، وده كان في الحرب العالمية الثانية، واللي حصروهم لمدة 3 شهور محاصرة قاسية. وبعد كده اليابانيين اقتادوهم لمعاصرات الاعتقال مشيا على الأقدام لمسافة بتزيد أكتر من 90 كيلومتر. أنت متخيل تمشي على رجلك 90 كيلومتر؟ والعجيب إن اليابانيين ما قدروش يوفروا لهم الأكل، فمات منهم 6000 جندي أمريكي. وبتعتبر أمريكا الحادثة دي وصمة عار في تاريخ الجيش الأمريكي، وعلى فكرة ما بتذكرهاش في أغلب الوثائق التاريخية والكتب والأفلام اللي بتوثق الحروب، وبتمنع اليابان إن تدرس الحادثة دي في جامعاتها. لكن على مين يا باشا؟ روسيا قاعدة لهم في أي فيلم، في أي وثيقة، في أي كتاب، أي حد كده معدي بتذكر الحادثة دي كدليل على ضعف الجيش الأمريكي. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، السلام عليكم.